السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور معانا. يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي الاكلير وصل سعره في الفرن مش في المحلات من 15 جنيه، وفي المحلات وصل ل45 جنيه، مع ان التكلفه اقل من كده بكتير. بسم الله وهنبتدي المقادير. شوفوا، دي كوباية من اللبن، عليها كوباية من المية يعني 500 لتر من السوائل، عليها معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من السكر، 150 جرام من الزبدة يعني كوباية الا ربع من الزبدة. هسيبهم يغلوا مع بعض كويس، وبعد كده هنزل عليها ب 300 جرام من الدقيق يعني كوبايتين وربع من الدقيق، وعليها معلقة صغيرة من الفانيليا. ممكن الفانيليا اللي بنحطها لما نحط البيض، بس انا حطيتها هنا. المهم، اول ما هيغلي معايا وتدوب كده الزبده معانا كده كويس، بصوا شايفين الزبده دابت معايا ازاي اهو، وهلاقيها بقى بتغلي معايا كويس، اروح على طول نازله بالدقيق بتاعي، وزي تسويه الرز بالظبط اروح مهديه النار بتاعتي وابتدي اقلب من فوق لتحت لحد الدقيق بتاعنا اولا لما يختفي، ثانيا نلاقي ريحه الزبده ابتدت تطغى على مناخيرنا. على فكرة ممكن نستبدل الزبدة بزيت، وممكن نعمل زيت وسمنة أو زبدة وزيت وسمنة زي ما انتم عايزين، بس طبعا الزبدة هي التوب، يعني هي الأعلى حاجة. أعرف امتى بقى انه خلاص استوى؟ كمان العلامة التالتة، بصوا شايفين عامل قشرة من تحت، خلاص يبقى هو كده تمام جدا. هطلعه بقى في أي مكان كده وأحاول أبرده شوية، إذا كنت هعجن بإيدي أو في العجان زي ما انتم عايزين، ونغطيه علشان ما يعملش معايا قشرة، دي أهم حاجة. فنستنى لما يهدى شويه وبعد كده نبتدي نغطيه ونسيبه لما يبرد تماما. انا بقى هنا بمضرب كهربائي، بالعجان، بالمضرب السلك اليدوي، بالكبه، بايديكم زي ما انتم عايزين، وتضربه كويس جدا. نخرج منه الهواء ونتاكد من ان السخونيه ما فيهاش خالص، ما فيش سخونيه تماما. وهبتدي انزل ببيضه بيضه. هننزل بكام بيضه؟ هننزل ب6 بيضات، بيضه بيضه هنبتدي نضيفها. اول ما هتنزلوا بيضة، عشان لو شغالين بايدينا ولا حاجة هتلاقوها سيلت وبقت سايبة من بعضها، ما تقلقوش، كملوا عجن خالص زي ما انتم شغالين، هي هتلم تاني. لو حطينا البيض مرة واحدة هتاخد مننا مجهود ووقت فظيع على ما تشتغل تاني وتلم نفسها، يعني تلم العجينة كده مع بعض تبقى قطعة واحدة. طبعا انا اول ما هبتدي اشغل هنا كده على طول اروح مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره كام؟ على درجه حراره 200. لو فرن كهرباء بنشغل فوق وتحت، لو فرن غاز زي بتاع البوتاجازات العادي كده اهو بنشغل تحت بس. بجيب بقى ايه الصاج بتاعي وورقه زبده بدهنها، بحط دهنه زيت من تحت ودهنه زيت من فوق او حته عجينه، بس انا دايما احب احط الزيت الاجمد. وهبتدي بقى، بصوا العجينه لينه ازاي، واسحب. خلي بالكم ان انتوا تخلوه دايما الحجم يكون واحد، يا اما نعمل دي البلبله بتاعت بلح الشام، يا اما نجيب مقص ونقطع، يا اما نسيبها كده اهو بايدينا نبل ايدينا ميه ونبتدي نضغط هتتشكل معانا على طول. لو شغالين في الاجواء الحر اللي احنا فيها دي، دخلوا التلاجة على الفرن ما يسخن علشان ما تسيحش منكم. هنيجي بقى نجيب بيضه كده فوق الوش، وهنبتدي ندهن بيها الكليب بتاعنا علشان تديله اللون الحلو المميز بتاعه، خفيف قوي، يا بشوكة يا بالفرشة اللي متاح عندكم. وهوريكم دلوقتي لو احنا كمان ما عندناش البلبلة بتاعت بلح الشام او البلبلة المشرشرة هنعمل ايه. بصوا ما تسيبوش يعني انا هنا كنت سايبه مسافات كبيره بناء على ان يعني كتير قالوا ايه، لا بياخد مسافات، بيكبر. لا، يعني حاولوا تسيبوا صباعين بس مش اكتر. كيس عادي قطعت منه عادي حته كده هو عادي خالص، وهبتدي ارص الرصه بتاعتي. بصوا بقى، شايفين الشوكه؟ بس اضغط كده شويه، يعني اتقل ايدي اهو اهو، شايفين كأنها معمولة بالبلبلة بالظبط، بس تقلوا ايديكوا شوية، ما تخلوش ايديكوا خفيفة. ونفس الحركة برضو بالمية، وابتدي اشكلها من تحت. دخل الفرن سيبوه لغاية ما ياخد لون من تحت ويبتدي ياخد لون من فوق كمان زي الفل. شايفين الجمال؟ المقدار ده عمل لي 30 قطعة من الاكلير. لو احنا قلنا هنشتريها من المخابز اللي بيعملوها بالزيت او السمنة، وحتى مش الزيت بتاعنا، زيت مخصوص ليهم كده اهو، بصوا في حتت كمان صغيرة، لو حسبناها كده فبتتكلموا في 300 جنيه لو هنشتري 30 قطعة. انا عاملاها بالزبدة وبالدقيق والكلام ده كله ما كملش معايا حوالي 100 جنيه. بصوا شايفين اهي، لازم تطلع من الفرن مفرغة بالمنظر ده. لو ما طلعتش مفرغة بالمنظر ده يبقى فيه غلطة حصلت فيه.
ابتدي افتحها زي الساندوتش كده عشان هبتدي الحشو، اسيبه بقى يبرد كده على الجنب وابتدي اجيب الحشو بتاعي. الحشو بتاعي عباره عن نص لتر من اللبن، يعني كوبايتين من اللبن، نص كوبايه من السكر، 4 معالق كبار من النشا، واقلبهم على البارد وانزل عليهم ببيضه. ممكن احط لون اصفر، ممكن احط معلقه كبيره من الكاستر زي ما انتم عايزين. وبما اني عندي زبده اصلا رحت حاطه كمان معلقه كبيره من الزبده قرب ما خلاص هيستوي علشان تديله اللمعه الحلوه. شوفوا بقى انا هقول لكم انا عملت ايه. هو الحشو او الباستري كريم او الباتسير بيتعمل بصفار بيض بس انا طبعا حبيت اقلل التكلفه. حطيت البيضه وكان متبقي عندي من البيضه اللي بدهن بيها الوش الكلير، ضفتها كمان عليهم وقلبت كله مع بعضه. بصوا بقى شايفين طبعا النشا الاول قلبت على البارد وبعد كده نزلت بالبيضه. اول بقى ما حلقاها تبتدي تطلع فقاعات كده معايا تتقل، بس ابتدي احس بالمضرب كده انها ابتدت تتقل معايا، هنزل بقطعه الزبده اللي قلت لكم عليها، ودي اختياري مش الزامي. وبعد كده هبتدي اطفي واسيبها تبرد تماما، لازم تكون باردة تماما قبل ما احطها في الاكلير. طب لما هسيبها تبرد تماما اعمل ايه؟ لازم اغطي الوش بتاعها عشان ما تعمليش قشرة، دي اهم حاجة خلي بالكم. بس انا ببتدي اهويها كده اهو، وممكن تتقلوها عن كده. على فكرة انا رجعتها النار تاني وتقلتها عن كده شوية علشان تبقى الحشة بتاعتنا متماسكة زي بتاعت بره بالظبط. ادي الحركة اللي بقولكوا عليها اهي. بصوا لازم اغطيها علشان الوش بتاعي ما يعمليش قشرة ويضايقني وانا بحشي او حتى في الاكل واحنا بناكل. بس في بقى اسهل من كده يا جماعة؟ ولا اسهل ولا ابسط من كده. وسقطناها في شوكولاتة خام وزي الفل، مفيش اي حاجة تاني. طبعا الشوكولاتة الخام على فكرة انا كنت بسيحها، حطها على ظهر الفرن، سايباها ولا مايكرويف ولا حمام مية ولا حاجة، سبتها تتسيح وهي على الفرن على ما خلص وبالهنا.